قصة ومعنى. الرغيف اللي فرق بينهم. في حارة فقيرة، الفقر ساكن في كل زاوية. كان عايش سعيد مع مراته نورة. اتجوزوا عن حب، لكن ساعات الحب بيتكسر قدام قسوة الجوع، ودي حكايتهم. سعيد شاب بسيط بيشتغل في ورشة حدادة، بيرجع آخر النهار تعبان وفلوسه على قد رغيفين عيش. نورة مراته في الأول كانت صابرة، بتشاركه الوجع والجوع، لكن مع الوقت الجوع غلب الصبر. جابر التاجر الغني المعروف بالحرام بدأ يدخل حياتهم، الأول أكل بعدين فلوس ولحد ما بقى خيانة. سعيد حس إن في حاجة غلط، وفي ليلة مطر مشي وراها، ولما شافها داخلة بيت جابر قلبه اتكسر نصين. رجع بيته محطم، مش قادر يواجهها، قاعد يسأل نفسه: ألومها ولا ألوم فقري؟ الجوع صعب، لكن الخيانة أصعب. اليوم اللي بعده استناها، بص في عينيها وقال: الرغيف ده تمنه كام يا نورة؟ هي سكتت والدموع خانتها، صوته كان بيرتعش. الجوع أقدر أتحمله، لكن الخيانة مستحيل. ومن اللحظة دي الطريق بينهم اتقسم نصين. سعيد واقف بين صبر الجوع ومرارة الخيانة، بس اللي جاي كان أتقل من كل اللي فات. هل دي كانت النهاية؟ ولا مجرد بداية لحساب عمره ما كان في الحسبان؟ استنونا في الجزء التاني من الرغيف اللي فرق بينهم.